هاي بنات، إيه الاخبار؟ النهارده حلقه جديده من قعده بنات. هاتوا المشروب المفضل ليكوا وتعالوا نتكلم سوا. النهارده نتكلم عن ازاي اشتغل على نفسي، ازاي ابدا رحله تطوير الذات. آه، اي واحده مننا لازم تسعى انها كل يوم تطور من نفسها على اليوم اللي قبله. بدايه كده انك تطوري اصلا من نفسك، ده مش شيء سهل، بس هتحتاجي جهد وشغل عليه كتير. بس تأكدي انك هتقدري عليه. لازم يكون عندك إرادة، لازم تكوني عايزة التغيير ده في حياتك، لازم تكوني عايزة تبدأي فعلا تغيري من نفسك. هتقدري طالما في إرادة، هتقدري تعملي اللي انتي نفسك فيه. طب ليه لازم تطوري من نفسك؟ عشان تعرفي تنجحي، عشان تكوني البنت اللي نفسك توصلي لها، عشان تكوني البنت اللي الكل عايز تكون في حياته. رقم واحد، اسمعي بودكاست. بجد هيفرق في حاجات كتيرة قوي في شخصيتك، هيعرفك حاجات كتيرة عن نفسك. اسمعي اللي انت عايزة تطوريه في شخصيتك. حطي السماعة وانتي راجعة من الجامعة، وانتي في وقت فراغ. اسمعي، بدل ما نسمع يا بنات اغاني ونسمع حاجات بتحملنا سيئات اصلا. لا، نسمع حاجات تفيدنا احسن. اقرأوا كتب كتير يا بنات، هيزود معلوماتكم بجد. رقم اتنين، الاستمرارية. عايزة تطوري من نفسك، استمري. استمري ولو بخطوات بسيطة، استمري كل يوم. بحاجات بسيطة. بصي، هاتي ورقة وقلم، ورقة بيضة، واكتبي عليها الهدف الكبير اللي انت عايزة توصلي له، اللي انت بتسعي له. فاكتبي الهدف ده واعملي خطوات بسيطة توصلك للهدف ده. اعملي كل يوم تاسك بسيطة انك انت تنفذيها. ما تعمليش حاجات خزعبلية مش هتعرفي تنفذيها في يومك. اكتبي في التودو ليست الخطوات البسيطة اللي اخر اليوم لما اخلصها احس اني انا عملت انجاز، احس اني انا خطوة ورا خطوة بوصل للهدف اللي انا عايزاه. وتكوني مخططة له. لما تخلصيهم هتبقي حاسة ان في انجاز في يومي. علشان هدفك ده يتحقق لازم يكون في استمرار وإرادة. حطي حافز ليكي، حطي مكافأة صغيرة آخر اليوم. لما أخلص التاسك اللي مكتوبة في التودو ليست، أنا هاخد مثلا الشوكولاتة دي هاكلها النهاردة، هجيب لنفسي حاجة حلوة. فلما آخر اليوم أنا عارفة أني أنا هكافئ نفسي، ده بيشجعك جدا أني أنا أخلص اللي أنا كاتباه النهاردة. برضو رقم 3 يا بنات، صداقة الأشخاص الإيجابيين. لازم نكون محاطين بأصحاب وناس ناجحة، ناس بتحب الإيجابية، مش ناس متشائمة وناس كل همها انها تشتكي وكل همها اني لا مش واقفة في مكانها. لا، ابعد نفسي عنهم خالص. انا احاط بناس ناجحة، ناس بتحب. مثلا لو انا عايزة اوصل لحاجة معينة في الجامعة، انا بقى بحاط بشلة بتحب العلم، بتحب الدراسة. مش بنسيب محاضراتنا ونطلع برا مش عايزين اصلا نحضر المحاضرات. فلا، احنا نختار ان الناس اللي هينجحونا. مش انا مثلا عايزه انجح واحاط بشله مش حابه تحضر محاضرات اصلا، مش حابه انها اصلا كانت تبقى موجوده في الجامعه دي طول الوقت بتشتكي. فانا هنجح ازاي وسطيهم؟ انا بعد مده اصلا هبقى زيهم. ما بصوا، بعد مدة بسيطة لازم الإنسان بيتطبع على اللي هو موجود معاه. فأنا لا، أغير الشلة دي أصلا وأروح لشلة بتحب العلم، بتحب المذاكرة، بتحب إنها تحضر المحاضرات. فأنا أحاط بيهم. كده ده هيزود فرصتك انك انت تنجحي، هيزود فرصتك انك انت توصلي للي انت نفسك فيه. وهتكوني بعد مدة انا مبسوطة اني انا في المكانة دي. برضو مش لازم صحابكم دول يكونوا بيقولوا لكم كلام ايجابي، لا مش لازم. يكفي بس انك تكوني في بيئة ايجابية. ولو اصحابك مش كده، حاولي تبعدي وحاولي تكوني صداقات جديدة تشجعك للهدف اللي انت نفسك توصلي له. 4، وقفي كلام سلبي عن نفسك. وقفوا التفكير السلبي يا بنات. بلاش تكلمي نفسك بطريقة سلبية ومحبطة. انتي مش نافعة، انتي مش هتقدري، انتي لا فاشلة، انتي مش هتعرفي توصلي لحاجة. امنعي الكلام ده عن نفسك، امنعيه نهائي.
حرام عليكي بجد نفسك. بالعكس انا لما افكر بالكلام السلبي ده، لا انا اغير الموضوع واعكسه، اعكسه الكلام ايجابي وكلام جميل عن نفسي. لا انا، انت هتقدري، انت هتعرفي. حتى لو فشلتي دي خطوات بتعلمك. انا اتعلمت الدرس من الفشل اللي حصل لي ده. بالعكس كل ما تكوني هتقولي كلام سلبي عن نفسك، اعكسيه عن ايجابي على طول، وشوفي النتيجة هتلاحظيها فورا. رقم 5، حددي نقاط ضعفك. مش عيب ابدا يا بنات اني انا اجيب ورقة فاضية واكتب فيها نقاط ضعفي. تكتبي فيها انا ضعيفة في كذا، انا عايزة اقوي كذا. فده عشان هيعرفك اصلا ويخليكي تحاولي انك تصلحي من نفسك. في النقاط دي برضو في الورقة البيضاء نكتب نقاط ضعفك ونقاط قوتك، علشان نقاط ضعفي لما انا ابقى عارفاهم وقدامي كده، فانا هبقى عارفة انا ضعيفة في ايه. برضو اكتبي ازاي تنمي نقاط ضعفك دي وتحوليها لنقاط قوة عندك، ازاي تستغلي النقاط دي وتحوليها لنقاط قوة عندك. اكتبي اهدافك، اكتبيها وخططي لتنفيذها، واكتبي الهدف ده وجزئيه لاجزاء صغيرة. خلي هدف واحد بس الاولوية عندك، علشان لما تبدأي باهداف كتيره وحطيت اني انا عايزه انجح في كذا وعايزه اعمل كذا وعايزه اخطط لكذا وعايزه مخك هيتشتت غصب عنك ومش هتنفذي اي حاجه منهم. فلا، انا اخطط اني انا همسك هدف كبير وهدف واحد بس اخلي تفكيري عليه، علشان تفكيري وتركيزي لما يبقوا على هدف واحد اخطط له واجزأه لحاجات بسيطة. فده في النهاية مثلا انا حطت هدف لمدة 3 شهور، هكون محققة الهدف الكبير ده خلال ال3 شهور. انا بسعى اني احقق الهدف ده، انا بمشي خطوة خطوة وكل يوم بكتب خطوة خطوة وبحقق منه خطوة خطوة. في نهاية ال3 شهور دول انا هكون مخلصة الهدف ده. استثمري في نفسك، استثمري في نفسك، ده اكبر استثمار بتديه في حق نفسك. خدوا كورسات يا بنات، خدوا كورسات كتيرة في كل الجوانب اللي انت حابه تطوريها. ومش لازم تكوني التطور مهني بس، لا بالعكس، ده اطور في شخصيتي قبل التطور المهني. وحددي لنفسك مثلا كورسات كل شهر، انا هاخد كورس كذا، هعمل كذا. فده اخر السنه هيبقى عندك حصيله انك انت اخدتيهم. واولا طبعا لازم كورس انجليش، ده لازم. ده هيطور منك، ده هيبقى هيخليكي حاسه انك انتي عندك حصيله معلومات كفايه. مش هيضروكي، حتى لو مش نفعوكي مش هيضروكي، هيفيدوكي بالعكس. وضعفي نجاحك، ضعفي نجاحك ده بالعمل والتطور في نفسك. ابدأي عشان تكوني فخورة بنفسك. لما تبدأي هتكوني فخورة بنفسك، حتى لو كل يوم بتعملي حاجة صغيرة ده هيديكي فخر لنفسك. انا مبسوطة اني انا بطور في نفسي. وكمان كلنا يا بنات قادرين على ان احنا نطور نفسنا، ولو وبرضو قادرين ان احنا نعرف هنبدأ ازاي وهنبدأ منين، وعارفين هنطور نفسنا للأفضل ازاي. فعشان كده ابدأي وخصصي لنفسك الوقت اللي انتي محتاجاه. ادي لنفسك فرصة و2 و3 وابدأي من جديد، وكل ما تقع ابدأي تاني عشان توصلي للحاجة اللي نفسك فيها، وعشان تكوني فخورة بنفسك انك انتي على الأقل حاولتي، على الأقل عطيتي نفسك فرصة انك انتي تحاولي. انتي تستاهلي انك انتي توصلي للي انتي نفسك فيه. فاسعي وطوري عن نفسك وابحثي ودوري ازاي اقوي الشخصية دي، ازاي انا اخلي نفسي في مكان افضل، ازاي انا اطور من نفسي. وكده نكون انتهينا. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.